السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد، واحنا هنعمل فيه حاجة، بس هي حاجة مكلفة بس حلوة، كل الشعب المصري بيحبه يعني. اول حاجة هنعمل ايه؟ جبنا حلة على النار، هنسلق الفراخ، هنعمل سلق الفراخ علشان نعمل احلى شوية شوربة نسقي بيهم المحشي. ماشي. اول حاجة احنا بنحط الحلة على النار وبنسيبها تسخن قوي. تمام. لازم تسخن قوي، ولازم تسمعي، بصي الطشة دي، شفتوا دي؟ عشان الفراخ تاخد صدمة اه وما تنزلش مية كتير زي ما انتوا سامعين كده. جبت الفرخة وقطعتها ونقعتها وغسلتها كويس. ماشي اهو. مننساش الكبدة بتاعتنا. تاني حاجة هنعملها، عندنا بصلتين صغننين كده اهو، دي ودي، وعندنا طماطمايه صغيرة، وعندنا الملح. الملح، وعندنا شوية فلفل. عايزين بقى تحطوا الحاجات اللي احنا بنحطها، ورق لورا، حبهان، الكلام ده انا ما بحبوش بصراحة في الفراخ، انا بحبه في اللحمة بس. ماشي. خلاص كده هنحط شوية الفلفل وهنسيب الفراخ بقى ايه تتشوح 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط، تنزل ميتها وبعد كده هنزودها ميه. كده هتاخدي احلى شوربه واحلى سلق فراخ ممكن تعمليه. ماشي. علشان نعمل ايه بقى؟ علشان نسقي المحشي، هعلمكم ازاي المحشي بيتسقى ويبقى مستوي وما يبقاش معجن. لان في ناس كتير بتقول لي انا بعمل المحشي لما بسقيه بيبقى الشوربه بتاعته زادت وبيطلع معجن معايا ومبقاش حلو، مش عارفه ايه الكلام ده كله. لا، الكلام ده احنا هنعمله مع بعض. اهو المحشي بتاعنا اهو، انا لفاه هنا، وعندنا محشي بتنجان كمان. هوريكم ازاي بنسقي المحشي الكرنب ومحشي البتنجان، بس ما نعمل الشوربه الاول. انتظروني. بصوا، بعد ما عملنا احلى شويه شوربه اهيت، الشوربه عامله ازاي؟ تشويحه الفراخ بس من غير لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هي الفراخ هتنزل اللي فيها وتعمل لك احلى شوربه. شايفين؟ والريحه كانت فظيعه. ماشي. احنا اتفقنا هنعمل ايه؟ هناخد بقى من الشوربه دي اهو على المحشي. بصوا، حط على المحشي كده واسقيه اهو زي ما انتوا شايفين. كمان شويه اهو. هز الحله كده علشان ايه؟ الشوربه تنزل تحت اهو. خلاص كده خلصنا. هنجيب ايه بقى؟ عندنا طبق صغير وهنروح عاملينه كده ونتكه جامد. شايفين الشوربه اللي طلعت على الوش ديت اهي؟ كده بقى المحشي هيبقى مستوي، هيبقى 10/10، هيبقى مستوي ومش هيبقى معجن، وهيطلع معاكي احسن محشي. خلاص ماشي. تعالوا بقى اما نشوف هنسقي البتنجان ازاي. ومعانا ادي البتنجان والفلفل اهوت، زي ما قلت لكم هنشوف هنسقي البتنجان ازاي اهو. بردك هتحطي كده، هتلفي على البتنجان كله وعلى الفلفل وتحطي كده اهو. اسقي بقى ده، حطوا له شويه حلوين اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. ماشي. بحيث ان الشوربه تكون في نص البتنجانيه كده يعني عفوا، البتنجان الشوربه بتاعتك تبقى في نص البتنجان،
وبكده بردك وهتقفلي عليه كويس، وبكده هتاخدي بردك احلى محشي بتنجان، ومش هيطلع معاكي معجن. وهوريهولكوا كمان بعد ما يستوي هيبقى عامل ازاي. يبقى كده احنا عملنا سقينا المحشي كرنب وسقينا محشي البتنجان، وبالهنا والشفا. تعالوا بقى هنشوفه بعد ما يستوي هيبقى عامل ازاي. تعالوا نشوفوا بقى المحشي عامل ازاي وشكله عامل ازاي. وفي ناس بتحب تحط صلصة على الشوربة. انتوا لو لاحظتوا ان انا حطيت الشوربة بيضة زي ما هي. بصوا المنظر، بصوا المحشي مستوي ازاي. بصوا بقى هنا، بصي تبدور الحباية بتاعت المحشي، لا معجن ولا في اي حاجة، جميل وتحفة. الرز بالحباية اهو ماشي. تعالوا بقى كمان احنا كده شفنا الكرنب. تعالوا نشوف البتنجان كمان بعد ما استوى اهو. بصوا الشوكة بتغرز فيها اهوت، يعني معنى كده ان هو استوى كويس ماشي. بصوا بقى هوريهولكم من قلبه عامل ازاي، بس يا عم ما تزحلقش اهو. بصوا عامل ازاي، بيتبدر بالحبايه برضه. وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. وبكده يبقى احنا خلصنا المحشي بتاعنا. ازاي نسوي المحشي بتاعنا يبقى عامل ازاي وشكله عامل ازاي من غير ما يعجن مننا. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت على محشي الكرنب حته زبده فلاحي على الوش، بتخليه روعه. وبكده الاكله بتاعتنا خلصت، بألف هنا وشفا. وادي المحشي بتاعنا اهو بعد ما غرفناه، شايفين المنظر تحفه. بألف هنا وشفا للي هياكل. وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما حمرناها في الفرن.